تخيلوا معايا في 2006 الاتحاد العربي يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب جماهيره، وتم إلغاء المباراة واحتساب النتيجة 3-0 لصالح الرجاء المغربي. في 2019 عقوبات قاسية طالت الهلال السوداني بعد أحداث الديربي بين الهلال والمريخ بسبب جماهيره. في 2020 الكاف يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب جماهيره في مباراة الأهلي بالخرطوم. في 2023 الكاف يعاقب الهلال السوداني والجهاز الطبي بغرامات مالية كبيرة بعد التعدي على لاعبي الأهلي باليد. جمهور لا يعرف معنى الأخلاق الرياضية ولا الروح الرياضية ولا كرم الضيافة. والفاجر بيطالب الاتحاد الأفريقي بمراقبة المباراة عشان خايف من شغب من تعدي جمهور الأهلي عليه. جمهور ما يعرفش حاجة عن الأخلاق ولا عن الروح الرياضية. الفاجر خايف، الفاجر بيتكلم عن الروح الرياضية وهو ما يعرفش حاجة عن الروح الرياضية. كل الاحترام والتقدير لجماهير المريخ السوداني والنادي المريخ السوداني اللي ياما لعبناه وياما كسبناه وما شفناش منه اي احداث شغب، لا من ناحيه اللعيبه ولا من ناحيه الجماهير ولا من ناحيه اي حاجه. كل الاحترام والتقدير ليه، لكن الهمج بتوع الهلال السوداني خايفين. اصبر يا حبيبي، اصبر، يوم السبت مش بعيد وهتتكيف قوي.